السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. تحليل متميز من الدكتور طارق الأدور على مونديال 2026. الهدف الأسمى لمنتخب مصر وجمهور مصر اللي نفسه منتخب بلاده يبقى زي المغرب كده، زي كأس العالم 2022 اللي كانت في قطر. الدكتور طارق بدأ الكلام وقال: لم يرضى جمهور الكرة المصرية عن أداء المنتخب في مباراته الرسمية الأخيرة أمام غينيا في التصفيات الإفريقية لكأس الأمم الإفريقية المقرر إقامتها في يناير القادم 2023 في كوت ديفوار، بالرغم من الفوز الذي تحقق 2-1، والذي أكد تأهل منتخبنا للنهائيات قبل أن تنتهي الجولة الأخيرة للتصفيات المقرر لها شهر سبتمبر القادم، وتلعب فيها مصر مع اثيوبيا في القاهرة. والحقيقة أن الجمهور المصري يتعلق جدا بكأس العالم التي يعتبرها الهدف الأسمى للكرة المصرية أكثر من أي بطولة أخرى، لذلك فإن تفكير الجماهير الآن أصبح ينصب على كيفية تكوين منتخب يتأهل لكأس العالم 2026، أي بعد 3 سنوات تقريبا، ثم يخوض هناك مباريات مشرفة، ولا يظهر كما ظهر منتخب مونديال 2018 الذي تأهل ولكنه كان حصالة مجموعته وخسر مبارياته الثلاث وخرج دون أي ذكرى طيبة. وربما كان الأداء المشرف للكرة المغربية في المونديال الأخير في قطر ووصول المربع الذهبي دافعا كي نسير على نفس النهج في المونديال القادم الذي سيشهد لأول مرة تواجد 48 منتخب، منهم 9 منتخبات أفريقية، بالإضافة إلى مقعد عاشر قد تصل إليه أفريقيا في التصفيات العالمية مع آسيا أو مع القارات الأخرى يعني. وبداية فإنه من العيب الحديث عن التأهل لكأس العالم في حد ذاته، وخاصة المصريين ثبتهم السعادة بزيادة مقاعد أفريقيا في المونديال من 5 إلى 9 وربما 10، بالرغم مما قد تسببه هذه الزيادة من تراجع في مستوى أكبر بطولة كروية على وجه الأرض، لأنه من الصعب تخيل المونديال بدون مصر بعد تلك الزيادة. ومن هنا جاءت فكرة تكوين منتخب قوي يراعي فيه عامل السن حتى يكون جاهز في عام 2026 لهذه المهمة. أهم عنصر في التفكير الاستراتيجي لمنتخب 2026 هو عامل السن، بحيث يكون متوسط الأعمار مناسب بعد 3 سنوات لتكوين منتخب يجابه أقوى منتخبات العالم. ففي حراسة المرمى سيبلغ محمد الشناوي الحارس الأساسي 37 سنة، وفي خط الظهر سيبلغ محمد هاني 30 سنة، وأكرم توفيق سيكون 28 سنة، وفي المركز الظهير الأيسر المفترض أن يكون فتوح أيضا في سن 28 سنة. بينما تبدو المشكلة أكبر في قلب الدفاع في ظل تجاوز أحمد حجازي 35 سنة ومع تكرار إصابته، كذلك الونش الذي يعاني من الإصابات المتتالية، والأرجح أن يلعب محمد بنيم الذي سيبلغ 27 عاما في المونديال، وأسامة جلال الذي سيكون في 26 عام. وفي الوسط ربما لن يكون موجودا ممن تجاوزوا سن كبيرة مثل السولية الذي سيكون 35 سنة والنني 33، وبالتالي قد يكون متوافر وقتها مروان عطية في مركز ارتكاز الوسط، ومعه الثنائي إمام عاشور 28 سنة وإبراهيم عادل 25 سنة في المونديال، وسيكون جاهز معهم زيزو 31 سنة ومحمد رضا بوبو وسيكون في سن 25 سنة. أما في الهجوم فالميزة في استمرار الثلاثي المحترف محمد صلاح الذي سيصل إلى 34 سنة وربما يكون موندياله الأخير، ومعه مصطفى محمد سيكون 28 سنة وعمر مرموش 27، وربما يستمر معهم تريزيجيه الذي سيبلغ وقتها 31 عاما. هذا هو الهيكل الذي يجب أن يعمل عليه في فيتوريا مع البحث عن المزيد ممن يلعبون في الدوريات الأوروبية في قادم السنوات. فهل ننجح
في تشكيل منتخب قوي يشرف في المونديال بعد 3 سنوات؟ يا رب إن شاء الله بإذن الله.